الربع هذا هو الهلال. هذا الهلال بدون بلنتيات وبدون تسللات، كلها من كيس الحكم. هذا ترتيبه الحقيقي السابع، ولا ناقة له ولا جمل. يعني لو يجي تحكيم مضبوط، تحكيم فار سلكه ما ينفصل، حكم ما يعطي بلنتيات، صدقني الهلال هذا ترتيبه الى نهاية الموسم، واتحداه يلعب بحكم اجنبي، اتحداه والله يا شيخ ان تلقونه السابع ولا يشارك في اي بطولة محلية، وانا اعلنها تحدي للهلال. اتحداكم ثم اتحداكم تلعبون بتحكيم تحكيم اجنبي مو بمحلي، ولا ايام بيننا. اتحداهم بس يصملون 10 جولات تحدي. وبالتوفيق للنصر، بالتوفيق. صدارة بس ان شاء الله، بعد بكره صدارة بس. يا مساء الخير لجميع المتابعين. اليوم هلالي نجدي، اليوم الهلالي يا ناس، اليوم المتعة البصرية، اليوم كل الهلاليين مبسوطين لأن اليوم اليوم اللي يلعب فيه الهلال تحس انك انت حاسس بحاجة فرح كذا جواتك، صح يا هلاليين؟ صح، هذا هو الهلال. اليوم نلعب مع القادسية في المملكة علينا الساعة 9 مساء. الهلال اليوم العين على نونيز اليوم لازم تطمن المشجع الهلالي وتسجل هدف وتقول لهم يا هلاليين لا تخافون، انا موجود وحقودكم للبطولات. اليوم امامك نجوم، عندك سالم، مالكم حيساعدوك، نيفيز، سافيتش، اليوم ثيو، كانسلو. اليوم يا نونيز نبغاك تنفجر اقل شيء هدفين عشان نطمن احنا كهلاليين انه عندنا مهاجم. وكل التوفيق للهلال. الهلال طبعا غني عن التعريف، اول فريق اسيوي عربي يفوز على فريق اوروبي زي السيتي، اكثر فريق جاب بطولات اسيويه، اول فريق تعادل مع ريال مدريد في كاس العالم للانديه. فلذلك اليوم احنا موعودين بمتعه بصريه. سلام. الهلاليين هذول اجانب القادسيه اللي حيلعبون ضد الهلال اليوم، لا تخافوا من القادسيه زيه زي الخرقه، يجيب لاعبين ولا يسوي حاجه. والدليل على كلامي فاز عليه الاهلي، راح جاب هداف الدوري الايطالي ماتيو ريتيرجري، وفي الاخير الاهلي فاز عليه 4. يعني ذول كلهم اليوم راح يسوون ضد الهلال ولا حاجه، حندقهم ويروحوا. سلام عليكم. عادل كانسلو يتكلم بعد فتره ويقول احنا تسببنا بخروج الهلال انا ونيفيز امام فلومنسي. طيب مو وقته الكلام هذا، مو وقته. ركز لي في مباراه القادسيه اليوم، ارحم لي ابوك. انت بالذات يا كانسلو معك نفسيه، معك حالات جنيه مع الهلال. ركزوا واعطيني المستوى اللي اعطيته مع البرتغال. مباراة فلومنسي وراحت بخيرها وشرها، احنا نعرف انك انت نكبتانا. سلام عليكم يا اخوان. تصريح من اقوى مدرب في العالم انزاغي، يقول القادسية فاز على الهلال في الموسم الماضي، يجب ان ننتصر غدا باذن الله يفعلها، وانا واثق في انزاغي راح يفعلها ونفوز على القادسية. مع انزاغي الفوز مضمون باذن الله. لايك فولو سلام. الهلال والقادسية أتوقع تعثر مبكر للهلال، سيخسر في الجولة القادمة أمام القادسية، وانتظروا إنا من المنتظرين. ارجعوا لي بعد المباراة راح تشوفون كلامي صحيح بإذن الله عز وجل. اطلع من المقطع نصيحة، راح احرق عليك كل مباريات اليوم. اسمع الكلام كيفك انت اللي ما طلعت، اسمع نتائج المباراة ولا تقول لي كيف عرفت. هنبدا بالارسنال راح ينهزم اليوم 2-1 من نوتنغهام فورست. ريال مدريد راح يفوز 3-1. اليوفي راح يفوز على الانتر 2-1. توتنهام راح ينهزم اليوم 3-1 من وست هام. بايرن ميونخ راح يفوز على هامبورغ 5-1. الهلال راح ينهزم من القادسية 3-2. نابولي راح يفوز على فورنتينا 3-1. اتلتيكو راح يتعادل مع فياريال 2-2. وتشيلسي اخر مباراة راح يتعادل 1-1. Buongiorno a tutti. Chiaramente la preparazione è stata buona, i giocatori che sono rimasti qua senza andare in nazionale si sono allenati molto bene e poi insomma abbiamo avuto dei rientri ieri, quindi oggi faremo il primo vero allenamento tutti insieme. Sembra che i ragazzi tornati per ultimi stiano bene. Chiaramente dopo l'allenamento deciderò la formazione. مباراة بكرة القادسية والهلال والقادسية راح تكون عليها العين، يمكن هي المباراة الأبرز في هذه الجولة. عماد سريعا القادسية والهلال والقادسية. القادسية يلعب بالطريقة اللي يحبها انزاغي، اللي هي 3-5-2، وهو يعرفها وحافظها وفاهمها وراح يتعامل معها بكل تأكيد بوجود جهاد ذكري وناتشو والفاريز 100%. قال لك في المؤتمر نفس أهم لاعب عندي. ليه؟ هو يلعب بال4-3-3، ومتى ما يبغى يطبق الثلاثة بيطلع ثيو كانسلو، نفس يرجع مدافع ثالث ليبرو،
وهذا أمر مميز جدا أنه هو قاعد يلعب بطريقتين. مباراة بالتأكيد راح تكون صعبة في وسط الملعب، فبالتالي عيننا أكثر بتكون على الثنائي ثيو هرنانديز وكانسيلو في نادي الهلال. توقعاتك؟ الهلال. الهلال محمد حارث. الهلال مستعد أكثر وأقوى فنيا من القادسية. في رايك انها تكون مباراه اصعب على اليمين؟ على القادسية. بوم 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 يا اخوان، انزاجي يضم محمد القحطاني مع قائمة الهلال يا اخوان ضد القادسية. ضم القحطاني واستبعد عبد الله وديف عبد الحكيم دارسي. ليه طيب؟ ماسك عليهم شيء يا اخي، بالله يفهموني يا عيال تكفون. والله تعبت، قسم بالله تعبت، اللي فيني مكفيني يا عيال. لك اضافه، يعطيكم العافيه. ساعات تفصلنا عن مباراة الهلال ضد القادسية، أول اختبار حقيقي لإنزاغي بالدوري، أول ظهور لثيو في مباراة رسمية مع الهلال. القادسية اللي أبدا ما يعتبر فريق سهل، وشفناه الموسم اللي راح كيف دائما يكون ناسب للفريق. تسجيل نونيز بكرة الهدف بيفرق كثير في مستواه في المباريات الجاية، يبدأ يتأقلم ويدخل جو أسرع. تقريبا الفريق كله كامل إلا ناصر الدوسري اللي نسبة غيابه كبيرة، ممكن إنزاغي يبدل بكنه بالتشكيلة الأساسية، أو إنه يبدأ بثلاثة خط دفاع لاجامي وحسان وتنبكتي. أعطونا توقعاتكم الخطة اللي بيبدأ فيها إنزاغي وتوقعاتكم للمباراة. يا اخوان رسميا هذه قائمة الأجانب الهلال أمام القادسية اللي اليوم بونو وثيو وكولوبالي كانسيلو روبن نيفيز سافيتش مالكم نونينز بالله يبدعون. وهذه تشكيلة الهلال أمام القادسية المتوقعة. في الهجوم مالكم ونونينز وسالم، وفي الوسط سافيتش ونيفيز وكنو، وفي الظهير كانسيلو اليمين وكولوبالي وتمبكتي وثيو الظهير اليسار. بالله يبدعون وناخذ القادسية رايح جاي ونفوز عليهم. لا يكفر السلام. عاجل انزاغي استبعد المهاجم عبد الله رديف واللاعب عبد الكريم دراسي. عبد الكريم دراسي هو بديل سالم، لا قدر الله سالم بكره صار له شيء بيطلع ينصاب شيء لا قدر الله، هو بديله يعني جايبينه من الاهلي. ليش؟ عشان تستبعدوا مباراتين ورا بعض؟ لا حول. بكره الدفاع الفريق كله دفاع ومحاور، يعني تجي تطول في الخيارات كنو عبد الاله المالكي، حتى ناصر الدوسري محتمل ما يشارك. الحين البرنامج الميداني يقول لك ما حيشارك مستبعد. طيب ايش الحل؟ اللاعب جبناه من الاهلي عشان يكون احتياطي في يدنا، ما يجيبه عشان يستبعده. اصلا حتى اللاعب دحين يجي احباط. مباراة الرياض استبعاد ومباراة القادسية استبعاد. لا حول الله ولا تشوف نهايتها مع انزاغي. الله يخارجنا بس. يعطيك العافيه يا عبد الاله. الله يعافيك. بكره عندنا القادسيه والهلال، او الهلال والقادسيه انها برض الهلال. كما توقعت انت الاتحاد ما شاء الله تبارك الرحمن. عطنا توقعاتك للمباراه هذه. توقعاتي للمباراه هذه راح تكون مباراه صعبه. وبرضه الهلال برضه قاسي، ما حد يقدر يفوز عليه. حلو. عندك القادسيه يمكن تكون تعادل او فوز الهلال بصعوبه 2-1 او 1-0. 2-1 او 1-0. ممكن القادسيه يسوي مفاجاه. ممكن يسوي مفاجاه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اسعد الله مساكم. تعالوا هنا، تعالوا. ابو هيثم راح يفجرها وما راح اجامل احد، ما راح اجامل. اعطيك توقعي، اذا اخطيت بالتوقع تعال لي بعد المباراه وانتقدني. بكره عندنا مباراه الزعيم الهلال ضد القادسيه. القادسيه فريق ثقيل داخل الملعب، والقادسيه اخر الانتقالات الصيفيه ضم ايتافيو من نادي النصر. انا بعطيك توقعي للمباراه هذه وعلمها عند الله عز وجل. فوز الهلال على القادسيه، الهلال راح يفوز على القادسيه. واحفظوا المقطع هذا وارجعوا لي بعد المباراه. بوم 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 يا اخوان، ابغى اعطيكم تشكيله الهلال امام نادي القادسيه. بونو، ثيو، كولوبالي، حسان، ثيو، هذا دفاعنا. خط الوسط يا اخوان نيفيز، كنو، قدامهم سافيتش، يمين مالكم، يسار سالم، بالمقدمه نونيز. هذه هي تشكيله نادي الهلال يا اخوان امام نادي القادسيه غدا. فالهم التوفيق باذن الله تعالى، فالهم التوفيق لاعب. تكفون يا رجال، نبغى 3 نقاط يا اخوان، تكفون. لك اضافه، يعطيكم العافيه. السلام عليكم ورحمة الله. بكرة أول ظهور للشيخ ثيو هرنانديز. الشيخ هذا اللي جنبه برضو يعتبر أول ظهور، لأن المباراة اللي راحت ما لعب ترى. هو في الملعب قاعد يركض بس ما أدري إيش قاعد يسوي. صراحة يا جماعة الخير والله كذا جاني غالوق. تتسه، تعرف إيش تتسه؟ تاكوك، شيء يسد الشرايين. ما أبغى أشوفه يا أخي والله. ما عادش يقدروك يا متروفيتش والله يا الكسندر، ما عاد يقدروش. مساكم الله بالخير. طبعا يوسف العربي الهداف التاريخي لمواجهة الهلال والقادسية، جاء 2012 بقيمة 15 مليون يورو، ولكن لم ينجح مع الهلال. طلع طيطي. سلام عليكم.
تم الانتهاء الآن من المؤتمر الصحفي للسيد إنزاغي. كان مؤتمر جميل جدا، توجهت له الكثير من الأسئلة، ولكن السؤال اللي سألته أنا شخصيا سألته بخصوص ثيو. قلت هل غدا راح تبدأ فيه أساسي أو في الشوط الثاني؟ رد السيد إنزاغي بخصوص ثيو قال اللاعب جاهز وإن شاء الله راح يلعب غدا. والآن بعد المؤتمر الصحفي راح يكون التمرين الأخير، إن شاء الله أنه يكون ما يتعرض لإصابة أو مشكلة. إذا ما تعرض من أول اللعيبة المتواجدين على أرضية الملعب. يلا من بدايتها كذا، احتمال كبير غياب ناصر الدوسري في مباراة بكرة أمام القادسية. والله اللاعب مهم جدا صراحة، خاصة مع تركيبة إنزاغي، اللاعب ما شاء الله فارق. بس نشوف بكرة ايش بيسوي. بكرة إن شاء الله مباراة الهلال والقادسية، مباراة قوية يا جماعة. شايل هم ريتيجي، والله شايل هم ريتيجي. اللاعب هذا ما هو طبيعي، حتى مع إيطاليا مسجل هدفين وصانع هدف. أنا توقعت اللاعب ممكن يجي مقلب، نقول مقلب، بس لا والله الرجال فارق مع القادسية. وبكرة الله يستر. كيف بكرة إنزاغي ممكن يتعامل مع غياب ناصر الدوسري؟ هل ممكن يدخل كأنه بديل لناصر ونلعب بنفس التشكيلة، أو ممكن يلعب بال3-4-3؟ طبعا عندنا يوسف كتشيشك، فممكن يكمل ثالث قلوب الدفاع، ويكون عندنا سافيتش ونيفيز، وطبعا على اليسار حيكون ثيو هرنانديز، وعلى اليمين كانسيلو، ونلعب مالكم نونيز سالم الدوسري. ما ندري عاد بصراحة، ولكن نفسي أشوف يوسف كتشيشك صراحة. بس هل هي المباراة يعني الصحيح أن ندخل فيها يوسف قدام القادسية؟ ما أدري بصراحة، لكن إنزاغي أبخص. أعطونا توقعاتكم لمباراة بكرة. أنا أتوقع إن شاء الله إنها هلالية بإذن الله، ولكن هي مباراة صعبة. أنت لازم تعرف إنها مباراة جدا صعبة، بس زي ما قلت لكم إنزاغي أبخص. وبكرة بنرجع نشوف الهلال يا جماعة الخير، نشوف نيفيز، نشوف سافيتش. يا سلام والله طرب، والله العظيم طرب. ونشوف مستوى كانسيلو يا جماعة ما شاء الله في البرتغال فجر الدنيا وكسر الدنيا. نبغى نشوف كانسيلو بكرة بإذن الله. وطبعا كالعادة في بث مباشر، اللي حاب يجي يتفرج معي المباراة يا أهلا وسهلا، طبعا على اليوتيوب. وفي سؤال يجيني كثير على إيش فكرة اللاعبين المواليد اللي تحت 21 وتحت 18 والكلام هذا. الآن خلونا نشرح لكم الموضوع بشكل بسيط. طبعا الكلام هذا أنا ماخذه من بولن سكروي، الله يعطي العافية، لخص الموضوع بالكامل. الفكرة إن أنت عندك 14 أجنبي تقدر تستخدمهم. بتقول لي كيف 14؟ أقول لك 8 أجانب مع لاعبين مواليد في الفريق الأول، ولاعبين مواليد في فريق تحت 21، ولاعبين مواليد تحت 18. الفكرة ان انت النظام يقول لك حاليا انت لازم في الملعب يكون في 8 اجانب. يعني مو لازم 8 اجانب لو اقل، لا اقصد ان اخرك 8 اجانب موجودين في ارضية الملعب. والله ما يهمني ان شاء الله لو تاخذ 4 مواليد، تخيل لو تاخذ 4 أو 6 مواليد ولاعبين كبار، انا ما عندي مشكلة، اهم شيء يكون في 8 لعيبة. وهذا النظام هو اللي موجود، انه في الدوري 8 اجانب و10 في كاس الملك، وقلنا كل اجانبك تقدر تلعب فيهم طبعا في اسيا. فالموضوع تمام التمام. عشان كذا احنا جالسين حاليا نطالب بمهاجم نسجله في فريق تحت 21 سنة، عشان نقدر نستفيد منه في حال اي غياب، يعني لا سمح الله غيابه نونيز، او طب ما في الا نونيز، يعني ايش اللي ما في الا نونيز، فلو غاب نونيز احنا بنتورط. عشان كذا اتمنى ان شاء الله انهم يلاقوا اسم قادر على الاقل يعني يمشينا في حال لا سمح الله حصل اصابه نونيز. وفي ناس تقول لك يا اخي على اساس انه نونيز يعني شو نسوي؟ طيب هذا مهاجمك حاليا، احنا تكلمنا ونبح صوتنا وانذبحنا في الفتره الصيفيه قبل ما يتم التعاقد معه. خلاص حاليا مالك الا انت انك تدعمه، احنا ما نقدر نسوي شيء والله، ولا انا بيدي شيء، ما في الا انك تدعمه، واهم شيء انك تجيب بديل له عشان نشوف لو لا سمح الله حصل اي شيء. انت قدامك موسم طويل، موسم احتمال كبير ممكن الاصابات فجاه تجيك. حاليا شوفوا ناصر الدوسري كذا بس راح المنتخب يوم انصاب هناك ورجع. عشان كذا لازم ان شاء الله نحط احتياطاتنا. هذه التشكيلة متوقعة لمباراة نادي الهلال أمام نادي القادسية في الجولة الثانية، المباراة التي ستقام اليوم الساعة 9 مساء على ملعب كيدوم أرينا. ابتداء من حراس المرمى ياسين بون، وظهير أيمن كانسيلو، وظهير أيسر في أول ظهور إن صحت التشكيلة ثيو هرنانديز، وقلوب الدفاع كوليبالي وحسان، وخط الوسط نيفيز وسافيتش ومحمد كنو، والخط الأمامي مالكم وسالم الدوسري ونونيز. نسأل الله التوفيق. طبعا هذه الجولة الثانية بعد التوقف اللي حصل في الجولة الأولى، مباراة صعبة وكافة التوقعات فيها، ونسأل الله التوفيق لهلالنا. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات وتوقعاتكم لهالمباراة، ولا تنسوا من دعمكم، لايك وإضافة وحساب الأصفر البايو. نشوفكم على خير. الموسم هذا ترتيب الدوري السعودي بعيد عن العاطفة. ستوقع البطل حيكون يا هلال يا نصر الصراحة، فأتوقع الأول والثاني بين الهلال والنصر اتحاد أهلي. لاعب
تعبكم بس تحبونه مع فريق كان منافس؟ اوه السؤال. والله سؤال. مين اقول ممكن التورنيدو. انا من محبين التورنيدو، والكابتن سالم الدوسري افضل لاعب في اسيا. لاعب تتمناه من فريق منافس الى فريقك؟ الاتحاد. سالم الدوسري. الاتحاد هذا الموسم كم بطولة؟ احنا ما نتكلم، النمور تفترس باذن الله. اهم شيء باذن الله الواحد الاحد النخبه الاتحاد. طيب عبد الله، بعيد عن العاطفة، منافسك الاهلي بيلعب كاس القارات الى اين؟ باذن الله انها بطوله للاهلي، ممثل الوطن ومشرف الوطن، ممثل للوطن. احنا داعمين ليه، لانه هذه قبل ما تكون للنادي، هذه المملكه العربيه السعوديه، لاي مواطن عربي، وتشريف هذا الشيء، ويجب علينا ان احنا ندعم. الان يعني خبر حصري وخاص للعربيه FM، عقد متروفيتش بالكامل من شركه الهلال وليس من برنامج الاستقطاب. نذكر بالخبر اللي ذكره سالم، اللي هو عقد متروفيتش بالكامل من شركة الهلال وليس من برنامج الاستقطاب. العقد اللي كان في الفترة الماضية وتم تصريف اللاعب دائما بين الجماهير. هذا خلط كثير دائما تحدث. هل اللاعب من برنامج الاستقطاب او من شركة؟ يعني مثلا زي اوتافيو. نعم. اوتافيو لاعب النصر على برنامج الاستقطاب، كيف انتقل للقادسية؟ ترى اوتافيو هو يعني لاعب متعاون ومحبوب وجميل جدا. هو كان ترى شرطه، قال انا ما عندي مانع اروح القادسية، بس انا عقدي سنة مع النصر، باقي فيه سنة وينتهي. انا ابغى اجلس اكثر من سنة. قاموا القادسية عطوه سنتين واوبشن سنة، ووافق وانتقل. النصر تضرر؟ لا. ليش ما تضرر النصر؟ لانه اصلا هو ما كان يدفع رواتبه. لا، لانه بالضبط لانه اساسا اللاعب على برنامج الاستقطاب. توقعاتي لقمة الجولة الثانية بين الهلال والقادسية يوم السبت القادم. يعني الأهلي فاز 5 في نصف نهائي السوبر، والاتحاد فاز في نهائي كأس الملك 3. جات على الهلال اللي هو أفضل فنيا منهم الاثنين. أتوقع الهلال حيفوز بنتيجة لا تقل عن 4. مبروك يا زعيم مقدما. يعني أنا ماني مع أنه تحول 13 نسخة من الدوري من الكأس للدوري أنا شخصيا، لكن ما هو أنا اللي أملك القرار. قرار نادي مثل نادي الهلال وسلمان العنقري لا والله أنت اللي قرر، حتى لو كنت أنا اللي مثل النادي. مجلس الإدارة يعني كان عندهم وجهة نظر جميلة جدا، قالوا شوف السلبيات هذه البسيطة ما يمكن أن نوقف حجرة عثر مشروع وطني مقابل أن احنا بنتضرر بأشياء بسيطة زي كذا. احنا رافعين لهم ترى أكثر من 100. أنتوا كهلال نادي الهلال رافعين هو شوف اللجنة صراحة عمل جميل. رافعين لمشروع التوثيق أكثر من 100، أكثر من بطولة. جلالة الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد حضر مباراة نهائية في كل الأخبار في ذلك الوقت. شو مكتوب عليه؟ نهائي كأس جلالة الملك. صح؟ حتى التذاكر موجودة. أنت فجأة تجي تقول لا إنه ترى صار دوري. ترى كثير من يمثلون الأندية محترم ما عندهم عمق تاريخي يفهم وش معنى هذه البطولة وش معنى. حتى اللي وقتها حتى اللي صار لي موقف يعني مضحك صراحة، لما بدأوا يعرضون السجلات اللي عرضوها في آخر شيء في المؤتمر، عرضوها هم على فكرة عندنا في آخر اجتماع، فكنت أشرح ل2 أو 3 من الزملاء كانوا جنبي من أندية، فقلت لهم إنه هذا ترى بيصير كذا وهذا كذا وأنت ترى بيصير لك كذا وأنت ترى بيصير لك كذا. أشرح لهم لأن أنا عارف الموضوع، لأن من خلال النقاشات وعارف. كان واحد من الزملاء ما هو فاهم أبدا من نادي منافس، فلما مشيت جاي يشرح للشباب يقولون ترى سلمان ما عنده السالفة لا يهمكم، لا تسمعون له وتصوتوا معي. طبعا هم يدري إنهم أصدقائي. أنا مقتنع أن عمل اللجنة السابقة كان عمل صحيح، أنا مقتنع تماما. وعلى فكرة الهلال ما يتمنى الهلال يمشي، هم اللي يفكرون يلعبون معاه يتواجد من الهلال. ما في أي نادي يفرق مع الهلال. قالوا على الهلال هو نادي تحكيم. هذا الكلام يعني حجة الضعفاء، عارف؟ يعني هو أكثر بطولات خارجية، برضو تحكيم، هو وصيف العالم، برضو الموضوع فيه تحكيم. ما عندهم شيء يقولون، فهم عندهم يقولون الهلال لا يفعل. هم يقولون الهلال يفعل. مين الملكي؟ هذا السؤال المفروض ما يسأل. قصدك في اسبانيا ريال مدريد طبعا. هنا اكيد الهلال يعني ما يبغى له الاكثر بطولات، مكاس الملك الحين من اكثر. بس يا اخي نحن اطفال نعرف انه الاهلي هو النادي الملكي. اي بس الكبار يعرفون ان الهلال نادي، الاطفال يعرفون الكبار يعرفون الهلال. عفا عليك. كفو 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 والله العظيم كفو ثم كفو تنطح كفو. الله يحمي البطن اللي حملك
والله إنك إنسان محترم وتفهم بالكرة. الله يسعد دينك. والله فرحتني قبل ما انام اقسم بالله العظيم. كفو علي الحرام انك كفو، والله الكفو انت، علي الطلاق انك دواء، والله الكفو انت يا ولد لا تقهر الحرام بالله. يا اخوان ما راح احضر مباراة الهلال، والله ما راح احضرها، والسبب واضح زي ما انتم شايفين. اسعار التذاكر قسما بالله من السنة اللي راحت وانا اعاني منها، ومو بس السنة الحالي، كثير من جمهور الهلال ما يحضرون المباريات بسبب الاسعار. يعني انا السنة اللي راحت ما حضرت الا 3 مباريات والسبب اسعار التذاكر. يا اخي انا ما اقدر، جيت بحضر وبحجز اللي هي التذكرة ب 34 ريال اللي هي اعلى الواجهة فوق اعلى شيء، ما لقيت مخلصة، فما لي الا 607 او 200. ما اقدر، زايد اني اروح اضرب مشوار من المزاحمية للكينغدوم ارينا، يعني بنزين واسعار تذاكر غالية. يا اخي صعبة والله، قسم بالله صدق الناس ظروفها مو بوحدة. انا يمكن حالتي المادية عالية اقدر احضر، غيري ما يقدر يحضر. انا حالتي المادية سيئة غيري يقدر يحضر. الناس ظروفها مو بوحدة، انا ما اقدر احضر غيري يقدر يحضر، انا احضر غيري ما يقدر يحضر. فصدق والله اذا شفتوني ما احضر مباريات الهلال قسما بالله ان السبب التذاكر. يعني اوكي انا بروح من المزاحمية عادي ما عندي اي مشكلة، ادفع بنزين، على الاقل التذاكر تكون منصفة لي. يعني مرة في منتصف الواجهة تحت، خلينا نقول ب70 معقولة، 80 يلا ما تتعدى 100 اهم شيء. بس سعر التذكرة بنص الواجهة تحت ب607 ليه؟ ما اقدر والله ما اقدر، وهذا هذا سبب عدم حضوري للمباراة انا وغيري من المشجعين اللي ما حضروا. فرسالتي لسمو الامير نواف بن سعد اللي انا وكل جمهور الهلال اللي ما يقدرون يحضرون بسبب اسعار التذاكر، نثق فيه والله العظيم اني اثق فيك انك بتشوف حل لهالاسعار اللي مبالغ فيها مرة. فكل ثقة، هذه مو برسالة، هذه لا رسالة ثقة لسمو الامير نواف بن سعد انه راح يشوف حل باقرب وقت. يا اخي والله العظيم انا نفسي احضر مباريات لكن لا استطيع، والله لا استطيع. فبس والله اتمنى انهم يشوفون حل، وباذن الله انه راح يلقى حل. سمو الامير باذن الله انه راح يلقى حل بحول الله، كلنا ثقة فيه، والله كلنا ثقة فيك. السلام عليكم. مباراة الهلال والقادسية بكرة هي نهائي؟ لا، هل هي مباراة نص الموسم ومباراة حسم وتحديد الصدارة وتحديد مين بطل الدوري؟ برضو لا، مباراة بداية الدوري، حتى تو ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. الجولة الثانية تيجي تحط لي التذكرة ب600 ريال، ليش 600 ريال؟ يا ناس أنا أتكلم عن إنك تدفع 600 ريال ما تتفرج مباراة من المنصة، لا، ولا تتفرجها من الدكة جنب بلاي ولا جامي، برضو لا، تتفرجها ترى في الواجهة في الواجهة تدفع 600 ريال. أنت أصلا تستهدف الحضور مين اللي يحضر لك؟ تقريبا 40% طلاب ثانوي، طلاب الجامعة تقريبا. بيجيك طالب جامعي مكافأته 900 ريال بيحط لك 600 ريال في تذكرة؟ والله لا غير عن طالب الجامعي بيجيك أي كان بيحط لك 600 ريال في تذكرة؟ لا مستحيل. 600 ريال هذه بتمشي يومين ولا أكثر. بيجيك يحطها في مباراة هو بداية الدوري، احنا قلنا راح فهد بن نافل وجانا نواف بن سعد راح تنحل أمور التذاكر، راح تتعدل الأسعار، الوضع زي ما هو 600 ريال وبداية الدوري، والله شيء مستحيل. ايش الهرجة؟ أنا ماني عارف. أنا ما أدري ليه مستغربين من المعلومة. 95% من تذاكر الهلال اللي راح تكون خلف المرمى في مباراة القادسية ما تم بيعها ولا أحد حجزها ولا أحد يبيها أصلا. ليه مستغربين؟ أنا ما أدري. وجعل ربي يسعد هاليد اللي راح تعطيني الفولو 150 بس على 5000. قربنا. يعني كلنا عارفين أن أغلب المدرج كلهم طلاب وطالبات، فلما يجي يقول أنا مكافأتي 800 أروح أدفع خلف المرمى وطالع الحارس 90 دقيقة ب100 ريال 95 منطقيا يا جماعة. يعني وترى مو بكلهم ساكنين عند البوليفارد، يعني اللي جايك من جنوب الرياض، شمال الرياض، شرق الرياض، كم بياخذ عليه اليوم؟ يعني بيطلع خسران حول 400 ريال. فوالله العظيم اللي قاعد يصير يعني حزب الخاطر ويقهر، لكن ما حد يلومهم أبدا اللي ما يحجز خلف المرمى بهالسعر المبالغ فيه جدا. الهلالي مجلس إدارة الهلال لا يستطيع التحكم في أسعار تذاكر الهلال في الوقت الحالي إلا من شهر فبراير 2026. طبعا بتيجي تقول ليه فبراير بالتحديد؟ طبعا فبراير يا جماعة راح يكون فيه انتهاء العقد المبرم ما بين الهلال وهيئة الترفيه اللي هو العقد مع الشركة المشغلة للملعب، هي اللي قاعدة حاليا تتحكم بالأسعار. أجل الجمهور الهلالي حاليا مدين لفهد بن نافل بالاعتذار، لأن هاجمنا الرجل كثير من ناحية أسعار التذاكر وطلع الموضوع أكبر من اللي أنا وإنت قاعدين نفكر فيه.
طبعا في شهر فبراير ينتهي العقد، يبدأ الهلال هنا الدور الأكبر. الهلال راح يكون قادر إنه يدخل ويسيطر على موضوع التذاكر، فإن شاء الله إن الموضوع يعني أنا عندي تفاؤل إن الموضوع بيتعدل. يعني في شهر فبراير 26 إذا الموضوع سالفة عقد وأنا ما أقدر أتصرف فيه حاليا والشركة المشغلة هي اللي قاعدة تتحكم بأسعار التذاكر، فشهر فبراير راح يكون حاسم ما بين إدارة الهلال والجمهور الهلالي من ناحية أسعار التذاكر. راح نشوف هل زي ما قالوا ان الملعب حاليا بيد الشركة المشغلة هي المتحكم والمسيطر في اسعار التذاكر. نصيحة لإخواني الهلاليين، لا تضغط على نفسك أو تضغط على أهلك وتكلف على نفسك وتأثر على ميزانيتك بس عشان تحضر مباراة. إذا عندك المقدرة وربنا منعم عليك احضر، لكن إذا ما تقدر لا تضغط على نفسك، لأن الواضح الموسم كله بيكون زي كذا، ولا في أحد بيحس فيكم ولا في التزاماتكم. يعني كم مرة يطلع مشجع هلالي ويتكلم على ذا الموضوع، كم مرة جماهير الهلال ترفع هاشتاج في منصة إكس ولا في أي فايدة ولا في أي تجاوب. فوالله العظيم كنصيحة من أخ لأخ، إذا ما تقدر لا تحضر، لا تضغط نفسك أو تضغط أهلك معاك عشان مباراة، والله العظيم ما هي مستاهلة قسما بالله.